السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. هو ايه اللي انا فيه ده؟ وطبعا زي ما عودناكم في القناة بتاعتنا، اي مناسبات، اعياد ميلاد، رمضان، عيد، هنكون بنحتفل سوا. الشهر طار والله، الشهر طار. ولا بلاش لحسن امي تمسك في الكلمة، ما بتصدق تسمع كلمة بس النهارده 29 شهر طار، 28 شهر. احنا من 3 رمضان وهي بتندد. طبعا بقى قلت بما ان العيد بكره وانا بصور لكم يوم الوقفه، فهيكون النهارده فيديو ضرب نار. فقلت بقى بما ان النهارده وقفه العيد لازم اتوصلكم بقى، هي دي العيديه. خليك يا صاحبي عارف ان الفيديو ده هو ده العيديه، عشان انا بحبكم. المهم يا صاحبي، قبل ما نخش على اي حاجه، معاك دوما فاروق من قناه دوما فاروق. لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو فيديو عجبك دوس لايك. ويلا الفيديو ده 15000 لايك. ولو مش عندي على الانستجرام سايب لك اللينك تحت في البايو، تعالى هناك. يلا اهو. وانت يا حسن ايه اكتر كتب بتحب تقراها، ومين برضو اللي اثر فيك؟ هو انا بالنسبه لان انا بقى اقرا كتب، تمام. انا قرات عده كتب كتير قوي، زي بس زي نجيب ساويرس و نجيب مين؟ لا استنى، ده انت ليلتك شكلها مش هتعدي. زي بس زي نجيب ساويرس. وده بقى قرأت له ايه؟ كيفية عمل زيت برك في 3 ايام بدون روت، ولا عملت ايه كتاب نجيب ساويرس ده ايه ده؟ نسمع حاجه للاب. تمام. بيني وبينك وبدون زعل، يعني انا بعد كتاب نجيب ساويرس اللي انت قريته ده، انا ولا عايزك تتكلم عن ولا عايزك تتكلم عن اب، بس فاجئنا يا فنان، فاجئنا. قصيده كنت كاتبها يوم 6 اكتوبر. كمان هو 6 اكتوبر يعني ده بقى ما شاء الله ما شاء الله. بس مال الاب ب 6 اكتوبر؟ ماشي خلينا نكمل حاضر. باسم ابن الشهيد. اللي هو يعني الاب اتوقف في اكتوبر فشهيد. ماشي عارفهم بيطلعوا ماشي. تمام، سمعني. تمام، ثانيه اجيبها. لا اخلص، احنا مش هنقعد ساعه جنبك، عايزين نخش على الفيديوهات اللي بعديك. ايه ما انت المفروض تكون مجهز الحاجه دي. وما انت رايح فين؟ هو انت رايح تشوف الشربيني هتعملوا اكله؟ ما انت رايح برنامج هتطلع فيه اللي انت عامله واللي انت كاتبه، ما تفقعناش بقى. اسم القصيده ايوه ابن الشهيد، تمام. اشتاق اليك كثيرا. ايه اشتاق اليك ايه؟ كثيرا. وبتتك على السين كثيرا. دي اكيد قريتها من كتاب نجيب ساويرس. هو الغلطات الاملائيه دي دايما يحطها عنده. اليوم هو يوم عيد، يوم عيد في الجنة ليك يا أبي. معلش يا صاحبي انا اسف والله، انا هتدخل في الحاجات دي، انا عارف ان انا مش من حق يعني، بس هو في حاجه في العربي اسمها لايك مش لك مثلا؟ ولا انت هي دي يا الملكيه؟ ماشي ايش، انا مش هتكلم، انا هكمل لحد ما اصورق هنا. ماشي. أتذكر عندما كنت واقف مثل الجبل. ماشي دي احنا فاهمينها، انما كان واقف مثل الجبل. تمام. عندما كنت ضحكة في الجنة. يعني وانت بتكلمه كده كان عايش ولا ميت؟ ايه عندما كنت ضحكة في الجنة؟ يعني هو كده كان فين الو؟ يعني انا يا هو دلوقتي ضحكة في الجنة يا كان ضحكة في الدنيا. لكن ايه عندما كنت ضحكة في الجنة؟ ايه ده؟ يعني هو دلوقتي فين؟ يعني اركب له ايه عشان اروح له؟ أشتاق إليك أيها الشهيد، كل يوم وكل دقيقة أسأل أمي متى ستعود. ماما متى سيعود الشهيد؟ بكرة. رائع، ممتاز. أبي، أمي تبكي كل يوم وتقول لي ما تشال احنا هنا كل واحد في حاله. تقول لي كل واحد في حاله يا موي، في حاله وانا في حاله. وليدك يراك كل دقيقة وكل ثانية، لا تقلق يا ابني، ابتسم. إنه العيد الثامن ليك يا أحلى ما لي. يا ابني ايه لايك دي؟ مفيش حاجه اسمها لايك والله، ما في كتاب عربي مفيش حاجه اسمها لايك. مفيش حاجه اسمها والله السنه الثامنه لايك، مفيش. ايه لايك دي؟ لايك فين؟ لا الله يبارك لك، كفايه لحد كده شعر. الرز بالمعلقه مرفوض. ايه ده؟ احلفي بالله الرز بالمعلقه مرفوض؟ امال بناكله بايه لا مؤاخذه؟ الرز بالشوكه والسكينه. ايه والله العظيم انتوا يا بتوع لبنان
عليكم حاجات. سكينتي لا مؤاخذه دي هقطع بيها ايه يعني؟ ازاي؟ ده تبع مين؟ فين في انهي قسم ده انا كل مجالاتي في المدرسه كانت مجال زراعه. عمري ما سمعت عن الرز اللي بيتاكل بالشوكه ده. امال لو شفت الناس اللي بتاكل رز سمك بايديها دي هتعمل فيهم ايه؟ يا اما اهو اخد كده واكل، يا اما امسك الشوكه كده واحط الرز عليها بالشكل ده واكل. انا هعمل كده ازاي؟ انا اجيب السكينه احط اضم الرز على الشوكه على ظهرها؟ ده ليه ده؟ في اقرب سجوتها انت مثلا هياخدوني لو عملت كده؟ وليه الفرهده دي كلها يعني؟ المعلقه زعلتك في ايه؟ أنا مش عارف والله. هي بنت الحلال كده بتخرج فاضيه. وناكل الرز كده مفيش مشكله برضو، لكن ارجوكوا معلقه مرفوض. لا خلاص طالما معلقه مرفوض وبتاكد. لا وعلى فكره بقى الميه ما بتتشربش كده، غلط. الميه بتتشرب بالمعلقه كده لا كده. فلو لسه عارف المعلومه دي وكنت بتشرب كده فانت كده نوتي. وخلي بالك انت فايتك كتير، وانتظروا حلقات القادمه في ازاي تعمل بيبي. تعالي بقى في الافلام القصيره بقى، الافلام اللي بتبقى 3 4 5 6 دقايق دي وفي الاخر ما بتستفادش حاجه. انا بحب الحاجات دي. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ يعني خلاص الشوارع ضيقت قوي، فانت ماشي بقى خلاص بقى الدنيا ضاقت وهم جايين رحت بكتفك للدرجه دي يعني؟ ماشي، يمكن ما خدش باله. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد اقصر مني. كل مره يحطني في الموقف ده وهو عارف ان انا لو ضحكت مش هقدر، ممكن اموت منه. ولا يشوف حد اصلا. والله العظيم اكتر منك انت؟ قصدك ايه يعني انا اصعب؟ بس اوزع عمر قوي. ايه ده القرف ده؟ قرف ايه يا بنتي؟ الواد امور قوي. ايه مو قوي؟ يعني انت لو حد عكسك في الشارع فهتوقفي صاحبتك تقول لها اقف ايه يا بنتي ده امو قوي عادي؟ ايه يا اختي تعالي نروح الجامعه. بس ايه رايك في الواد اللي احنا شفناه الصبح ده؟ بقول لك ايه، ما تجيبليش الست ده، واد معفن اصلا ومش ذوقي. انت من اول يوم جامعه وانت كده، انا همشي وهسيبك. ايه ده هو طلع عاجبك ولا ايه؟ وربنا لا اوريكي. ليه بتنزل من تحت كده؟ هو انت بتحفر ليه؟ ما تطلع على طول خلاص. هات اللقطه اللي بعديها. ليه بعد كل لقطه بسلومو ليه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ستين. ستينا. حلو اسم ستينا. بقول لك ايه، انا عايز اقول لك على حاجه من الصبح. انا اول ما شفتك حبيتك وعايز اتعرف عليك. بصراحه انا حسيت برضه نفس الاحساس. ايه حسيتي ايه؟ مش ده اللي كان كخه من شويه؟ منك. انت الحربايه اللي بيقولوا عليها على النت، انت اللي بينزلوا صورتها على الفيس ويقعدوا يقولوا منشن للحربايه انت، واحنا سايبانا كل ده بندور عليكي وانت واقفه هنا. ماشي. انت بقى جيمي. انتظروا الجزء الثاني يا ساره. انتظروه دلوقتي يا جدعان ولا نزلوه النهارده؟ هتقعدوا لي تستنى الجزء الثاني؟ يوه ايه ده؟ الحمد لله. ازاي اقنعتي اهلك يخلوكي تحطي ميك اب؟ وانت يا كوكو يا صغنن انت تحطي ميك اب ازاي؟ فعلا اقنعتي اهلك ان انت تحطي ميك اب ازاي؟ لا انا عايز اعرف. انت حطي ميك اب يا بياسي. انت صغنونه ميك اب ايه؟ عشان ما تكبري شويه حتى. ده الجيل الجديد اللي طالع ده. قولي لنا اقنعتيهم ازاي انك تحطي ميك اب؟ يعني انا خليتهم اروح اعمل بيرسينج ومش عارفه ان انا احط ميك اب. عملت ايه؟ عملتي بيرسينج يعني؟ معلش بس انا اسف يعني، ده بجد؟ دي عامله بجد بيرسينج في مناخيرها يا يور داد اني وان هير؟ كوكو تروح الحضانه ببيرسينج في مناخيرها؟ ده ايه ده اقنعكوا ازاي بجد؟ ده انت محتاجه تقول لنا انت مين اهلك اصلا، مش اقنعتيهم ازاي؟ مين دول يعني؟ بعيد عن ان هي حريه شخصيه وكل واحد حر، بس دي طفله. انا كبرت خلاص، انا 13 سنه اعمل اللي انا عايزاه. 13 سنه ومستنيه حد يقول اللي انت عايزاه؟ انت عايزاه؟ انت بتسكتي؟ انت من الزمالك؟ تيجي ننزل نسكت سوا؟ شوفي براحتك عادي. انت بقيتي 13 سنه يا مان، فبراحتك تعملي اللي انت عايزاه. انت كبرتي جدا، عملتي بيرسينج في مناخيرك، فبراحتك. كده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وعيد سعيد عليكم يا احلى ناس في الدنيا. والسلام عليكم.